السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل إخوات وأجمل متابعين في الدنيا، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة دخول شهر شعبان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو النهاردة حكاية قمر، كمية طاقة إيجابية من الفيديو ده. بجد أنا مبسوطة بالنتيجة ومبسوطة بالشكل النهائي. أول حاجة كده عايزة أقول لكم إن الأوضة دي بالنسبة لي يعني أوضة كئيبة، أوضة أنا كنت مسميها الأوضة المهجورة بجد. مش عارفة ليه أنا ما بحبهاش في مكان معين كده في الشقة، أنا ما بحبوش هي الأوضة دي. معرفش انتوا بيحصل معاكم كده ولا لأ. ممكن يكون لأن الأوضة دي على الشارع وإحنا آخر دور، فالرطوبة مع المطر مع الحر في الصيف، الشتاء يعني ايام الشتاء في الشتاء بصراحة مخلية الأوضة متدمرة. النقاشة بتقع، اي حاجة على الحيطان بتقع. دي أوضة الصبيان، يعني أوضة الشياطين، أوضة العفاريت زي ما بيقولوا. الصبيان عندي ما شاء الله ربنا يحفظهم أشقياء جدا، فأوضة الصبيان تحسوا كده ان هي ايه، ما بيرتبوش وراهم، ما بيعملوش وراهم. ايديا مش فيها قوي بصراحة زي باقي الشقة، لان انا اصلا بخشها بحس ان انا نفسي مسدودة. ولكن خدت خطوة ايجابية، قلت لازم اعمل فيها شوية تغييرات. مش تغييرات، تنظيفات حاليا، ولكن التغييرات هي اللي هتبقى جاية ان شاء الله. عشان كده نزلت لكم الفيديو ده. خطوة اولى، مسكت الأوضة. يعني بصراحة ما خليتش فيها أي نوع من أنواع الكركبة. نزلت الهدوم، طبقت اللي أنا عايزاه واللي مش عايزاه خرجته. فوق الدولاب كان صعب، تحت السراير. مسكت الأوضة حرفيا. خليتها 100 فل و14، خليتها نظيفة جدا جدا وفي استعداد تام لأي بقى تغييرات أنا عايزاها في الأوضة. فقلت النهاردة هنزل لكم بفيديو التنظيف، عشان إن شاء الله هحاول بإذن الله الفترة اللي جاية، وفي دخل طبعا رمضان وفي تغييرات العيد، نغير الأوضة دي بقى حرفيا من دهان حيطة برضو دهان الخشب، سجادة جديدة، ستارة جديدة، حاجة كده تروق على الأوضة وفعلا وتخليها شكلها مبهج، وشكلها يكون فيه طاقة إيجابية، وشكلها يكون حلو وفيه راحة نفسية. لأن أنا حرفيا ما بحبش الأوضة دي خالص، معرفش ليه. يعني من ساعة ما جيت الشقة وفرشت الشقة وظبطت الأوضة دي وفرشتها وفرشت الشقة كلها، كل ما اخش الأوضة دي احس باكتئاب، معرفش ليه، ما يعني مش بستريح لها، فتلاقيني ايديا مش فيها قوي يعني. واي حاجة عندي بقى في الشقة انا مش عايزاها، تلاقوني بدخلها الأوضة دي فوق الدولاب او تحت السرير او في اي ركن. لحد ما بدأت فعلا احس لا، ان هي كده خرابة، ده كده حاجة كأنها أوضة مهجورة، مش أوضة موجودة في شقة عايش فيها ناس. فبدأت ان انا فعلا اقول لا، ما ينفعش الكلام ده. يعني دي برضو أوضة ولادي ولازم اهتم بيها. عايزة اقول لكم ان برضو عامل اساسي مع ولادي ان هم ما بيساعدونيش، ان انا لما بنضفها ما بيساعدونيش ان هم يخلوها حلوة، يحسسوني ان انا تعبت فيها فعلا. فمش عارفة دي شقاوة الصبيان، هو كل يعني كل الاولاد كده ولا ايه، مش عارفة. بس طبعا خدت القرار وقلت الأوضة دي حرفيا لازم اخليها زي الفل، اخليها نظيفة. ماشي. قلت لازم اشوف فيها ايه عايز يتعمل واعمله، بحيث ان يبقى انا عندي استعداد ان انا اغير فيها بقى شوية حاجات. الدهان اللي هو على الحيطة ده كان حاجة المفروض ان هي بتداري العيوب. ولكن في الاخر ما يعني ولا دارت عيوب ولا حاجة، عشان احنا اخر دور وكده، فقلنا هنداري بيها العيوب، ما دارتش. وطبعا من كل لون شايفين يعني الحيطة، كل حيطة بلون. ده لان عدد الاكياس ما كانش بيكفي، ولما بنروح نجيب مثلا الاكياس اللي هي مثلا اللون الازرق ده، نيجي نجيب كمالة لباقي الاوضة، نلاقي اللون مش موجود وخلص، ففي لون غيره، فالنقاش شغال، فاللي هو لازم تخلصي. فاصبحت الاوضة عندي 4 الوان بالظبط. يعني حاجة كده لخبطيطة، حاجة تجيب اختناق، حاجة تجيب لخبطة بالاستمرار. ان بعد مرور الوقت، لان الموضوع ده او الحاجة الاختراع بتاعت النقاش دي، ده حاجة اسمها، ليها اسم انا مش عارفاه. على اساس ان هي بتداري العيوب. وبعد فترة من طبعا من الموضوع والاستعمال، عدينا شهر التاني لقينا الحيطة رجعت زي الاول، والعيوب رجعت تظهر تاني. اولها كده زي ما احنا شايفين تحت الشباك. وبدأ اصلا من الرطوبة بدأ كمان يقع.
فالشكل بقى بدل ما بنعالج لا تحس ان احنا بوظنا والشكل باظ اكتر. فدي حاجة بدأت ان هي تضايقني. فقلت لا، انا يعني زي ما قلت لكم كده خطوة اولى، خطوة بدائية، ان انا همسك الأوضة. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهمسك الأوضة كده تنظيف عميق فعلا. قلبت الأوضة من فوق لتحت، شقلبت حالها كده زي ما بيقولوا، زي ما انتوا شفتوا. بصوا كده الدنيا رقت شوية فوق الدولاب، بصوا ما بقى نضيف جدا. يعني الدنيا الحمد لله. طلعت كل الكركبة، بصوا تحت السراير، شلت تحت السراير ونضفت، وكل حاجة كده عندي بقت نضيفة، وطلعت كمية زبالة قد كده. طب ايه ده بقى؟ انا عايزة اقول لكم ان هنا كان بعد كام يوم عملت ايه بقى في الكام يوم دول. زي ما انتوا شفتوا انا جبت لكم اخر حاجة السراير بعد ما نطفت، وفوق الدولاب بعد ما نضف كان عندي الدرف. بصوا انا بقول لكم الدرف ركبت اهي، كان عندي الدرف مفكوكة والدولاب الهدوم باينة. ففي الكام يوم دول عملت ايه بقى؟ صلحت الدولاب والادراج البايظه، وركبت طبعا الدرج بتاعت الدولاب عشان الهدوم ما تبانش. ونجدت يا جماعه المراتب، مسكت المراتب زي ما انتوا شايفين، نجدتها وجددتها، وغسلت الكسوه الخارجيه. ولما نشفت طبعا والمنجد شغال، رجعنا بعد ما خلص تنجيد فيهم. لبستهم من جديد على نظافة. وكمان كنت غسلت الستارة، لان الستارة برضو كان شكلها مطرب جدا ومبقع. ففي الكام يوم دول عملت حاجات تانية بعيد عن التصوير، اللي هو تصليح الخشب عامة في الأوضة والدولاب والإدراج، وغسلت الستاير، ونجدت المراتب، وغسلت الكسوة بتاعتهم. ومسكت كده الأوضة برضو، عدت عليها كده إعادة خفيفة، كنس ومسح مش عارف ايه، ونضفت الدنيا كده، وخليت برضو كل ركن فيها زي الفل. فقلت بقى هبتدي افرشها معاكم، وبكده اكون نضفت الأوضة تنظيف عميق، اللي هو شقلبت حالها من فوق لتحت، قلبتها. بصوا كده المنظر بتاع الستارة نظيف ازاي، وكده شكلها نطق مع الدولاب ان هو فوقيه ترتب تماما وتنضف، والظرف اتصلحت، والمراتب هنا اتنجدت، والمخدات والخداديات وكله. وهفرش بقى برضو ملاية حلوة كده معاكم وسجادة حلوة لايقين على الأوضة جامد. فأقدر أقول لكم من خلال الفيديو ده اللي احنا عملناه، في الأوضة تنظيف عميق، تنظيف من الصفر. تنظيف يدينا كده طاقة إيجابية للمكان، بداية من ترويق فوق الدولاب لتطبيق الهدوم نفسها، والحاجات اللي أنا ما كنتش عايزاها في الهدوم برضو خرجتها، لحد تنظيف عميق تحت السراير وترويق، لحد ما خليتش اي حاجة تحت السراير خالص، خليته نظيف، وما حطيتش غير الحاجات اللي انا هستعملها او اللي انا عايزاها وبس، وملهاش مكان، ولكن طبعا تحتها مكنوس وممسوح ونظيف. والحاجات اللي ما كنتش عايزاها كلها رميتها. ومسكت المراتب والخداديات والمخدات نجدتها من جديد، ومسكت الكسوة غسلتها وفرشتها تاني على نظافة، بالإضافة بقى لغسيل الستارة، فرش ملاية جديدة. السجادة بتاعة الأرض مسكتها غسلتها برضو في الكام يوم اللي قلتلكم عليهم. مسكت السجادة غسلتها وهفرشها معاكم هي والحافظة على نظافة وكنس ومسح وتنظيف. وبصوا روقت على الأوضة تماما. طيب انت كده يا صبوحة النهاردة عملتي تنظيف عميق للأوضة وشقلبت حالها وطلعت كل الكركبة ونظفت الأوضة وخليتها لنا زي الفل و100 فل و14. طيب مرتاحة كده يا صبوحة؟ مبدئيا اقدر اقول بقى في طاقة ايجابية في الأوضة، لان طلع منها كمية كركبة وزبالة، وطبعا مع التنظيف العميق اللي عملته فاصبح كده ان الأوضة فيها تنظيف عميق جدا جدا، فكده مستريحة نفسيا وبقى في طاقة ايجابية للمكان. طيب ناقص ايه يا صبوحة؟ ناقص ان احنا هنقلبها بقى من جديد. احنا كده نظفنا، عايزين بقى نعمل شوية تغييرات بمناسبة دخول رمضان والعيد. لسه ما قررتش هغير الفترة دي قبل رمضان، احنا طبعا عارفين اول شعبان، كل سنة وانتم طيبين، ولا هغير في دخلة العيد، يعني نغير بقى في شهر رمضان، نعمل تغييرات في شهر رمضان استعدادا للعيد، ولا خلال الشهر ده اللي احنا فيه شهر شعبان نعمل تغييرات استعدادا لشهر رمضان. انا لسه ما قررتش، على حسب ظروفي ووقتي
ولكن في تغييرات ان شاء الله. ربنا يا رب يوسع عليكم وعلينا، في تغييرات ان شاء الله. ايه بقى هي سبوحة؟ عايزاكم بقى تستعدوا للفيديو ده لما اكتب لكم العنوان ان في تغيير في الأوضة. فضلا منكم طبعا تتابعوا الفيديو لانه هيكون فيديو جامد جدا جدا، لان هعمل فيه كل حاجة بايدي. بفكر ان انا ادهن اشيل كل طبعا اللي على الحيطة ده، هو مش نقاشة وخلاص، مش هندهن وخلاص، لا، ده الحاجات دي بتنزل وبتنزل بصعوبة وفيها يعني تعب شديد جدا. بصوا السجادة شكلها حلو ازاي بعد التنظيف، ولايقة على الأوضة جدا. فطبعا عشان اعمل نقاشة ودهان للحيطة هاخد وقت جدا جدا، وانا اللي هعمل ده بايدي. هحاول ان انا ادهن الخشب من اللون البني او الاسود الغامق ده الى اللون الابيض. احاول اعدل في نظام الاوضه وتغيير الاوضه. نحاول بقى نجيب ستاره جديده، سجاده جديده، كفر كده جديد. يعني هنخلي الأوضة فعلا حرفيا فيها تغييرات من الصفر لحد ما نشوف الأوضة كده أوضة مودرن وحديثة، وهتعجبكم إن شاء الله. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة التنظيف العميق للأوضة يكون عجبكم، وبإذن الله عايزاكم تستعدوا كده معايا وتتحمسوا للفيديو بتاع تغيير الأوضة وتغيير النظام بإيديا وحياة عينيا إن شاء الله. بإيدي هحاول أعملها معاكم وأخليها زي الفل. فده بقى كان الشكل النهائي بعد التنظيف وبعد القلبة اللي أنا عملتها. زي ما انتوا شفتوا من اول الفيديو لحد الفيديو ده كمان، بجد انا تعبت في الاوضه دي، بس يعني بعدها استريحت جدا جدا وحسيت بطاقه ايجابيه حلوه قوي قوي. ناقص بس الدهان بقى وشويه تغييرات كده تنطق الاوضه وتخليها زي الفل كده وحديثه ومودرن وتفتح النفس. فان شاء الله استعدوا معايا للفيديو اللي هعمله لكم، فيديو التغيير. فعايزه اقول لكم اللي وصل معايا بالفيديو لحد هنا ما ينساش اختكم في الاشتراك واللايك، ووجودكم معايا هينورني وهيشرفني. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.